السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي، قناه نكهات سراء. اليوم جبت لكم وصفه زوينه بزاف، غادي نصاوبوا فيها الخبز ديال تاكوس في الدار بطريقه اللي سهله وبمكونات اللي بسيطه. غادي يجي رطب ولذيذ حسن من ديال برا. تابعوا معايا باش ينجح لكم من اول مره. غادي نحتاجوا في المكونات، نبداو على بركه الله. نصف كيلو من الدقيق غادي نغربلوه، نصف ملعقة صغيرة من الخميرة، ملح على حسب الذوق، 2 معالق زيت و2 معالق من النيدو، 2 كيسان ونص ماء دافي، وكيبقى الماء على حسب نوعية ديال الدقيق. غادي نغربل معكم الدقيق ونرجع. من بعد ما غربل الدقيق ديالي غادي نضيف نيدو 2 معالق، الخميرة، الملح، ومن الأحسن تبعدوها على الخميرة. غادي نحرك النواشف ديالي، غادي نضيف الزيت، نحاول انني نبشش بالاصابع ديالي هذاك الزيت مع الدقيق. ثم نضيف الماء بالتدريج، كيف ما قلت الماء على حسب نوعية ديال الدقيق. في الاخير غادي تلقاو في صندوق الوصف شحال استعمل ديال الماء بالضبط، كأس العنبة. غادي نبقى نجمع العجينة ديالي غير بالاصابع ديالي. من بعد ما غنجمع العجينة ديالي غادي نحطها فوق سطح العمل، وغادي نبدا ندلكها. كما كتشوفوا العجينه ديالي مازال قاصحه، غادي نضيف لها واحد المعلقه ديال الزيت، وغادي ندخل داك الزيت مزيان، وغادي نبقى ندلك فيها حتى ترجع معايا العجينه ديالي رطبه. كيف ما كتشوفوا العجينه ولات رطبه. غادي نقسم العجينه ديالي الى كويرات. خرجت لي هنا 6 ديال الكويرات. غادي ندير في كل كره 100 غرام. من بعد ما عبرت الكرات ديالي، نتوما تقدروا ديروا عينكم ميزانكم، يعني ما محتاجينش الميزان. غادي نجمع الكويرات ديالي بطريقه عشوائيه، المهم عادي. غنجمعهم ونرجع معاكم. من بعد ما جمعت الكويرات ديالي غادي نجيب واحد الصينيه وغندير فيها واحد الفوطه، وغادي نحطهم ونغطيهم بسلوفان ونخدمهم ونخليهم يرتاحوا 10 ديال الدقائق. من بعد ما ارتاحوا ليا غادي نحيدهم. حاولوا نتوما تبعدوهم على بعضياتهم، انا مع الاسف قربتهم ولصقوا لي مع بعضياتهم. غادي نجيب الدقيق، غادي نرشو في سطح العمل، وغادي نحتاج المدلك طبعا، وغادي نبدا نسرح في العجينه ديالي.
العجينه كنأكد ديروها رقيقه، ما كيهمش الشكل واخا تجي مخسره، يعني في الاخير تقدروا تقطعوها على الشكل اللي بغيتو، صغير كبير. من بعد ما غادي نحل معايا هاد العجينه، غادي ندير كلشي بنفس الطريقه. دابا غادي نمشي نرميها في المقله ديال الزيت اللي تكون سخونه، غادي ندير عليها الزيت. كندير الزيت باش مني نبغي نقادها تقاد معايا بسهوله. مني بداو يبانوا معايا هذوك الفقاعات غادي نقلبها. الا كنتو بغيتو تستعملوها للشاورما كنفضل انكم ما طيبوهاش مزيان. الا كنتو غادي تستعملوه للطاكوس فطيبوه شويه وخليوه شويه باش تبريسوه ويجي هو هذاك. غنبقى نقلبو كل خطره. كنرشوا المقله ديالنا بالزيت، وكنحطوا العجينه ديالنا على هاد الطريقه. كيف ما كتشوفوا كتجي ساهله مني كنرشوا قطرات ديال الزيت باش حتى هذيك التقطيعه اللي درنا تبقى شاده في المكان ديالها، يعني ما تخسرش لينا. غير قطرات ديال الزيت، ما ديروش بزاف. من بعد ما كيبدا يبان هذوك الفقاعات كنحاول ندورو تيبانوا الفقاعات مزيان. ديك الساعات عاد كندورو بحال هكا. العافيه تكون متوسطه، ما قليله ما كثيره. باش تشوفوا باللي الخبز ناجح معكم في 100%. شوفوا هكا هاني كنطويه كنتنيه وما كيوقع عليه حتى شي حاجه. خبز ناجح 100%. جربوه على ضمانتي، ما غاديش تحتاجوا الا جربتوه تعاودوا تشريوه مره اخرى. وها هو الخبز ديالي ديال الطاكوس واجد. شوفوا كيف جا خفيف ومرطب. والله البنات غادي تعجبكم النتيجه، غير جربوه وقولوا لي رايكم في التعاليق. وما تنساوش لايك والاشتراك باش توصلكم كل جديد من وصفاتي. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.